مش هنقدر يعني نخلص الحلقة من غير ما نتكلم مساحة البيت. أحيانا كتير الواحد يدخل بيت واسع قوي، لكن في نفس الوقت تحس إنه زحمة قوي، وتحس إن كل حاجة جنب بعض وضيقة. وأحيانا تدخل بيت مساحته صغيرة وفي نفس الوقت تلاقيه العين كده جايبة إن هو كأنه كبير. فنتكلم عن علاقة المساحة بالديكور. حلو جدا السؤال ده. أنا هنا دلوقتي لما باجي إن أنا التزم او ان انا اشوف الفراغ بتاعي كبير وان هو فعلا زحمه وصغير كده مع ان هو مساحته كبيره زي ما حضرتك قلتي، ده بيرجع لعده اخطاء. رقم واحد، مش موزع اضاءه مظبوطه. رقم اتنين، الالوان غامقه ومش مفتحه المكان كده. رقم ثلاثة، في نوتشر كتير جدا. دي برضه بترجع للتصميم. هو بيغنينا كمان عنه ايه؟ التصميم ال 3D بيخلينا نشوف الفراغ بتاعه كله. السؤال برضو الأستاذة برضو سألت عليه، هو ازاي مهندس الديكور هيوفر لي؟ هو هيوفر لي في ايه؟ رقم واحد، احنا بنتعامل مع موردين مش مع